صاحب الشغل مش عايزك تنجح، هو مبسوط كده، عايزك تفضل ترسف مكانته، بياخد منك مجهودك وصحتك عشان هو بس يبني احلامه، وانت عادي بقى بيتبقى شويه فتافيت في الاخر كده باخدها عادي. اكتر حاجه كانت بتخنقني وبسببها قررت اني مش هشتغل تحت ايد حد تاني، الاستنزاف. ان ابيع يومي كله وطاقتي كلها ومجهودي وتفكيري مقابل يوميه ما بتكفيش ان انا اعيش بيها يوم عادي. يعني انا بعت يومي بخساره. الحقيقه هنا اللي محدش هيقولها لك، بس انا جاي اقولها لك عشان انا راجل جدع، مفيش خلاف على كده. طول ما انت شغال باجر عند طموح غيرك عمرك ما هتبني طموحك، مش هيبقى عندك الوقت اللي تبني فيه طموحك ولا العقليه اصلا، لانك بتبيع يومك وطاقتك ووقتك ومجهودك، فعمرك ما هتبني طموحك. انت بتبني طموح واحلام واهداف صاحب الشغل، صاحب الشركه، صاحب المحل اللي انت شغال عنده، ايا كان. بص يا معلم، لو ما عندكش مهاره او صنعه تخليك تستغنى عن تحكمات البشر فانت في خطر. اتعلم مهاره، ابني جسمك، خد كورسات، استثمر في نفسك، علشان دي الحاجه الوحيده اللي هتنفعك.